لعيب مهم جدا، والصراحه يعني كان من المفترض ان هو يكون متواجد مع منتخب مصر. معايا على التليفون كابتن مؤمن زكريا. ازيك يا كابتن مؤمن؟ ازيك يا كابتن خالد؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام. بدايه كده هل فعلا كلامي صح؟ انت هداف النادي الاهلي لمده 3 سنوات متتاليه؟ فعلا يا كابتن الحمد لله، توفيق من ربنا وتوفيق زمايلي، يعني الحمد لله مش موجود لوحدي يعني. صحيح. السنه الاولى جبت كام جون؟ السنه الثانيه، السنه الثالثه؟ انت بقالك 3 سنين مع الاهلي دلوقتي. 3 سنين الاولى جبت 15 والثانيه 18 ودي الثالثه احنا فيها وهي جابت 12، اتن- ولسه في افريقيا كمان. يعني 15 و15 و12. 15 18 12. 15 18 12. دي اهدافك كلها مع النادي الاهلي كل البطولات. كم هدف في الزمالك؟ الزمالك 3 باين او 4. 4 كمان؟ مش فاكر يا مؤمن. مش فاكر والله. 4. ولا انت عشان بس الزمالك في قلبك فما بتفتكرش لا لا والله 3 4. مؤمن، مؤمن عايز اسالك سؤال. يعني بصراحه يعني انا بحس ان انت اكتر لعيب يعني محترف شفته. يعني مش عايز اقول ما عندكش عاطفه، بس يعني انت بتلعب للفانيلا اللي بتلبسها. يعني انا شفتك مع المصري ضد الاهلي كنت عالمي. يعني انت للاسف لولا الكارثه بتاعت بورسعيد انت كنت جايب جونين اساسا. وبعد كده لما رحت الزمالك كنت رائع جدا جدا جدا، و جبت جوان مهمه جدا مع الزمالك، لدرجه ان ميدو كان بيقول لي انا بحط مؤمن والفرقه على مؤمن. وبعد كده رحت الاهلي، كان قليل قوي اللي يتالق من الزمالك يروح الاهلي، قليل قوي اللي يتالق. تالقت بصوره لافته للنظر وجبت 4 تجوان في الزمالك، ويعني متالق. عايز اقول اسالك سؤال. المصري بوسط الفانيلا، الزمالك بوسط الفانيلا، الاهلي بوسط الفانيلا. انا بكلمك بمنتهى الصراحه، انت بتاخد الموضوع ايه؟ احترافي؟ انت عايز حاجه يعني انا الزمالك انا هقول الموضوع تاني، انا مش تيشيرت، هو مش عيب ان انا تيشيرت. والله ما عيب. انا خد بالك، خد بالك، انا انا بقول بقول لك. انا كنت ممكن اتخيل حضرتك بتقول كده اسكت وخلاص واقول لك لكن انا بقول مش عيب ان انا ابص تيشيرت الزمالك، بس انا ما عملتش كده. اول حاجه تخيل انا بص من الاول انا لعبت في انتاج وده وش الخير عليا. اه لا مش هينفع انكر صحيح، انا فاكر. واعتقد انت في الانتاج جبت جون كمان في الاهلي، اعتقد، ولا؟ لا 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 لا، انا في الانتاج كنت اول سنه ليا جبت 7 اهداف في الدوري. صحيح كان اول سنه ليا. صحيح. كان كابتن طارق يحيى وكابتن مصطفى بصراحه يعني. اه كانت حق يعني كل سنه في الاهلي وجابوني ولعبت دوري ممتاز، كان اول حاجه. اه ما انا بكلمك يا مؤمن في ايه. انت الكوره بالنسبه لك مهنه، صح؟ مؤمن. طيب حاولوا يا جماعه تكلموا تاني. هي دي كره القدم يا جماعه، بكلمكم بمنتهى الصراحه. الناس تاخد. انا بلبس فانيلا. الفانيلا دي انا مخلص ليها ولا لا؟ كان في الزمالك عالمي، كان في الزمالك عالمي. راح الاهلي عالمي، راح الاهلي عالمي. كان في المصري عالمي، كان في المصري عالمي رائع. يعني مفيش في الانتاج في بداياته رائع رائع. مفيش نادي راحه الا ما تحس بقيمه هذا اللاعب. يمكن هو مظلوم جدا مع منتخب مصر. ارجع لك تاني يا مؤمن، اتفضل يا مؤمن. ايه يا جدع؟ انا انا انت بقول لحضرتك اتفضل. انا بالنسبه لي يعني انا لعبت في نشيد بعد كده ما ماليش نصيب ان انا اطلع الاولى. اه اجتهد رحت الانتاج، بعد الانتاج رحت انبي، بعد انبي لا رحت المصري بعد الانتاج. اه بعد كده رحت انبي. بعد اه انبي رحت الزمالك، بعد الزمالك رحت الاهلي. اه فالواحد الحمد لله تعب يعني لغايه ما وصل للنادي الاهلي، فتعب اكيد مجهود كبير. الحمد لله يعني كرم اه ربنا ودعوات والدي ووالدتي الحمد لله يعني. طب هسألك سؤال. انت كام جون في الدوري لغايه دلوقتي يا مؤمن؟ انا اه ده اهلي والزمالك وكله كله. وانبي ومصر والحاجات دي اه 55. يعني وانت كام سنه يا مؤمن دلوقتي؟ انا 4 الجايه يتم 29. انت يعني وانت حاطط في دماغك ان انت تخش نادي الماء؟ سايبها على ربنا، ما بركزش فيها عشان لو ركزت فيها مش هتيجي، فانا سايبها لوحدها. اخي بالك انا ما كنتش اعرف الارقام دي والله، يعني ما كنتش اعرف ان انا الاهداف والحاجات دي. مش بس مركز، انت بتجيب جوان وخلاص.
يعني الناس اللي بتبعت لك انت جايب كذا انت جايب كذا، انت بقيت تعرف يعني. حتى ده انا كابتن طارق سليمان كمان اللي قال لي مدرب الحراس في النادي الاهلي. امم يعني انا مؤمن، انت مركز فيه كنت يعني كان في فتره كان بيتكتب في المواقع ان انت عايز تحترف في السعوديه، بس الكابتن حسام بدري تمسك بيك، صح الكلام ده ولا غلط؟ بص يا كابتن خالد، والله العظيم والله العظيم انا قعدت مرتين بس، مره مع كابتن سيد امم وكابتن حسام ساعتها كان مسافر في كندا اما جالي العرض. اه فبعد كده كابتن سيد رد عليا برد، اما يجي كابتن حسام هنقعد. اه ما اتكلمتش. اه بعد كده كابتن حسام قال لي كلمه واحده، انا محتاج يكون معايا في افريقيا. اه من ساعتها ما اتكلمتش تاني في الموضوع. يعني كل بقى اللي بيتكتب مؤمن عايز يمشي، مؤمن اي كلام في اي كلام. اه مؤمن بيشترط. انا عمري ما هشترط ولا هضغط يعني. انا صحيح صحيح. فانا بقى يا جماعه انا جالي عرض موافقين؟ اه لا خلاص، ما اتكلمتش تاني ولا اي حاجه خالص. وكمان يا كابتن ايه، حاجات بتكتب على لساني وانا اصلا ممنوع من الكلام. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ مانع في فتره ان انت بتبقى فيه لعب وماتشات وضغط ماتشات مفيش تصريحات اعلاميه. صحيح. فانا ده انت بتتكلم، انا بتكلم ازاي وانت بتكتب على لساني ازاي؟ امم طب مؤمن، يعني ازاي تكون في النادي الاهلي وتجيب هذا الكم من الاهداف وتروح المنتخب مره تلعب ربع ساعه يعني، وما بتنضمش لمنتخب مصر مع كوبر ليه؟ لا ليه دي بقى مش بتاعتي يا كابتن خالد. انا زي ما حضرتك انا بجتهد وبعمل اللي عليا، ببقى متواجد مع النادي الاهلي، بحرص بطوله الدوري، بحرص بطوله الكاس، ببقى اكتر مشاركه مع فرقتي. يعني الحمد لله 3 سنين ورا بعض كده بسجل اهداف. فانا مش مطلوب مني حاجه تاني. هي الراجل اللي وجهه نظر تحترم ان هو اختياراته في المنتخب بس. يعني هل تفتكر كان حصلت مشكله زمان حسام غالي ومؤمن اتقال كده، هل دي ممكن تكون سبب؟ لان الراجل فيه نوع يعني الراجل شويه بياخد مواقف شويه من حسام غالي من باسم، هل واخد منك موقف ولا؟ والله يا كابتن خالد انا مش عارف، بس انا رحت بعديها معسكر وبعد كده ما رحتش تاني. ده انت رحت بعديها معسكر عشان كان واحد اتعور تقريبا. لا رحت ماتش تنزانيا اللي هو كان قبل بعد ماتش روما على طول. الفتره دي كنت كويس قوي، رحت معسكر تنزانيا بعد كده ما رحتش تاني. اه طب وده بيضايقك؟ لا بتضايق بس ما بيأثرش فيا. اه بس بتضايق. بص يا كابتن انا يعني انا بقالي كذا فتره ما رحتش معسكرات، بزعل وبتاع، بس دي اكتر فتره زعلت فيها. اه لان الواحد كان كويس وختم بشكل كويس وحقق بطوله الكاس كانت غايبه عننا من خلال زمايلي طبعا ومجلس الاداره واللعيبه، وبطوله دوري، وان انت تعمل اكتر واحد اهداف لغايه دلوقتي مع فرقتك، وكمان يتجمع 30 لاعب وانت مش موجود، دي بتبقى وحشه. انا عن نفسي ازعل ان انا في 30 لعيب مختارين منتخب مصر ومبقاش منهم، زعلان من جوايا. طيب على العموم يا مؤمن بجد والله انا مش عايز اقول لك انت يعني من اهم اللعيبه اللي موجوده في الدوري ولعيب يعني فيك كل المميزات اللي لاعب كوره يعني. ومثلا مش لعيب هجومي وما بتعرفش تدافع، او مثلا بتدافع بس ما بتهاجمش، ما بتلعبش برجلك اليمين ولا الشمال، الشمال بس او اليمين بس، او ما بتعرفش تلعب بدماغك يعني. عندك مش تخين مثلا، مش يعني عندك رشيق، كل مقومات لعيب كرة القدم الكامل يعني. فانا وفي نفس الوقت برضو فكرة لا تتأثر باللي حواليك، وده شيء مهم جدا يعني. الضغوط اللي ممكن يتأثر بيها لاعب كرة القدم انه ما يلعبش في نادي كبير، فكل حاجة عندك يا مؤمن. لا فاعتقد الحمد لله يا كابتن يعني. النادي الاهلي نادي كبير كل حاجه. بص يا كابتن، اللي يخش النادي الاهلي سهل تلعب لكن صعب تستمر. يعني مش سهل، ان عادي ممكن اي لعيب يجي النادي الاهلي ويلعب وبتاع ويتالق، لكن تستمر دي اللي بتبقى صعبه. صحيح. ممكن تبص مثلا ايه سنه، طب وبعد السنه انت تبقى فين؟ لكن تحافظ سنه في 2 في 3 في 4، فهي دي الشخصيات اللي بتبقى موجوده في الانديه الكبيره زي الاهلي زي الزمالك. فالحمد لله ان الواحد يعني لما راح الزمالك الحمد لله زي ما حضرتك بتقول اجتهدت ولعبت لا واخلصت مع كنت مدربين. كويس جدا في الزمالك، عشان كده الناس زعلوا على رحيلك يعني. لا هي قصه بس انا مش عايز اتكلم فيها، يعني هي موضوع وخلاص. لا خلاص الموضوع انتهى، انت بقالك 3 سنين في فانا الاهلي. رحت النادي الاهلي من اول يوم، ولا اتكلمت ولا حاجه، اجتهدت اشتغلت الحمد لله، ربنا كرمني سنه في 2 في 3 الحمد لله يعني. طب عايز اضحك معاك شويه يعني وافهم منك الحركه اللي انت عملتها بعد كل هدف دي بتبقى عفويه؟ طلعت مره منك عفويه؟ لا لا انا قلت كل مره الحركه دي انا مش سامع حد. ده الحركه دي عملتها في الزمالك. يعني الحركه دي انت عملتها في الزمالك؟
وانا بلعب ماتش المقصه، اكيد الماتش الجون ده موجود، صحيح. اللي هو ماتش 3-1. حاولوا تجيبوا لي يا جماعه. انا جبت الجون الثاني، اه كان 1-1، جبت الجون الثاني. اه وكنت متفق مع عمر جابر على الحركه دي، لو عمر لو جبت جون انا هعمل كذا. يعني الناس بتاخدها انها حاجه تانية خالص. انا طب انا عملتها وانا في الزمالك، كنت بعملها لمين؟ صحيح. وما كانش بقى في مفاوضات اهلي، وكنت لسه بقالي 6 شهور، ما كملش كمان السنه ونص. اه يعني هي أنا السوشيال ميديا يا مؤمن هي اللي بتسخن الدنيا شويه. انا مش هركز في حاجه يا كابتن خالد، انا بعمل اللي عليا وخلاص. انا ما بقاش ده كتب ده عمل. بص يا كابتن، انا ماشي بمقوله، هي انت في الفرح ما تتمداش قوي، وفي الحزن ما تحزنش قوي. خليك في درجه في النص، عشان ده ولا تفرح قوي ولا تزعل قوي، خليك في الوسط. برافو عليك يا مؤمن، وهو ده اللعيب الكبير، لا يفرح قوي لا ولا يحزن قوي. لان الكوره هنا يا كابتن، مثلا انت ماتش الناس شايلك فوق، ماتش خسر الناس هتنزلك تحت، لا تعرف انت كويس امتى وتبقى وحش امتى. صحيح. ما تبقى وحش خلاص، دي اللي بتقويك ان انت تبقى كويس. طول ما انت كويس الناس هتشيلك وكل حاجه، اما تبقى وحش تعرف ان انت وحش، عشان كده لازم تبقى كويس على طول. انت مؤمن عادك مع النادي الاهلي 5 سنين؟ انا فاضل لي سنتين. فاضل لك سنتين مع النادي الاهلي. وفكره الاحتراف دي لسه ما زالت في دماغك يعني؟ انا لو هحترف عشان المنتخب يا كابتن، انا بفكر عشان المنتخب. يعني انت شايف ان اي واحد هيحترف هيروح المنتخب؟ لا مش اي حاجه يحترف، بس بيبقى العين اكتر على الاحتراف. بس انت يعني انت في النادي الاهلي، يعني انت متالق اهو. بس ما في ناس ما بتلعبش وبتيجي المنتخب عادي، وفي ناس بتلعب في الاهلي وما بتلعبش في الاهلي بتروح المنتخب. صحيح. يعني بس مثلا عمرو جمال ما يعني يمكن كان ما بيلعبش في الاهلي ويروح المنتخب على اساس ان لا انا ما بتكلمش على حد بعينه. لا انا قصدي ان مكانه لا يعني مكانه. لا يعني ما انا بكلمها لك بمنتهى الصراحه. هو في قناعات. يعني حماده طلبه ما كانش بيلعب خالص وراح المنتخب يعني. بص يا كابتن، يعني قصدي حاجه، هو مستر كوبر عنده محفظ اللعيبه على حاجه، يعني هو محفظ اللعيبه على حاجه، ومش اي حد يتواجد معاه. طب مش يمكن يا مؤمن مكانك في تريزيجيه، في رمضان صبحي، في يعني في كهربا ايه؟ وكنت بروح، وكان في صلاح، وكان عبد الله، وكنت بروح وبلعب وبشارك. كابتن بص اقول لك حاجه، انا مع مستر كوبر عادي ممكن يعني مثلا لو قلت لي باك رايت بيعمل ايه، حافظ الباك رايت بيعمل ايه، لو الباك ليفت عارف الديفندر يعمل ايه، الراجل تحت الفيرود الهافاص عارف، يعني حافظ وحافظ طريقه لعب وعارف كل حاجه. طب اقول لك مفاجاه يا مؤمن، حد قالها لي، هل انت فعلا بدات حياتك في الاهلي سيرد باك؟ ده كان مع كابتن اسامه، بس مين قال لك الموضوع ده؟ صح ولا لا؟ اما جه كابتن اسامه عرابي قال لك لا ده يلعب سيرد باك. لا مش يلعب سيرد باك، انا لعبت والله العظيم عايز الكلام ده، كنت الكوره كنت ماشي كويس بتألق وكل حاجه، فجيت كابتن اسامه قال لي تلعب، قلت له العب سيرد باك. بس انت لعبت اكتر سنه كامله سيرد باك؟ لا لعبت نص موسم. نص موسم يعني قصدي. وبعد كده لعبت تحت الفيرود، واول ماتش لعبت فيرود كان الزمالك، وعملت جونين الماتش ده. تمام. يعني انت لعبت في اكتر انت لعبت سيرد باك، ولعبت ديفندر، ولعبت هاف رايت، ولعبت هاف ليفت، ومع جريدو لعبت فيرود، لعبت باك رايت. لعبت باك رايت يعني انت لعبت في انت جوكر يا مؤمن. شايف الماتش الترجي والاهلي ازاي؟ طيب واضح ان مؤمن قاعد في حته. طيب لعيب مهم جدا يا جماعه بصراحه، ولعيب مميز جدا، يعني شئنا ما بين. حتى الحركه اللي هي كان بيعملها دي اول مره يعملها، والراجل بيقول اهو اول مره يعملها كان في ماتش الزمالك والمقصه، والسوشيال ميديا هي اللي بتولع الدنيا. تعال نروح لخبر اخر. بصوا يا جماعه، انا هنا بحاول ان انا على المستوى الانساني احس بالناس. في 235 اسره ولادهم محبوسين، وفي مش عايز اقول لك من اكبر حاجه لاقل حاجه، من